محدش طلبها مني. الجزء الثامن، هيحصل ايه يا اصحاب القرار في البيت؟ بدل ما نقف في المطبخ 104 ساعه نعمل الفطار، نعمل ديش بارتي وكل واحد يعمل الاكل اللي بيحباه في البيت ويجيبها وهو جاي. هيحصل ايه يا اصحاب القرار في البيت لو فطرنا لوحدنا في رمضان؟ ليه كل يوم عندنا ضيف مختلف؟ يعني قد انا بمشي في صالة بيتنا بالاسدال احتياطي. هيحصل ايه يا اصحاب القرار في البيت لو اتقابلنا بعد الفطار نشرب قهوه او شاي حاجه خفيفه؟ هيحصل ايه؟ ليه لازم نتقابل على صينيه رقاق باللحمه المفرومه او بسبوسه بالقشطه؟ هيحصل ايه يا جماعه لو بطلنا ندخل بيوت بعض بحلويات؟ هل دي خطه لتسمين اهل البيت واصابتهم بالسكر؟ كرمك هيجيب لي جلطه، ندخل بفاكهه عادي يا جماعه، فاكهه. هيحصل ايه يا امي لو قدمنا في اطباق تترمي بعد الاكل؟ ليه نفضل نغسل لحد السحور؟ ليه؟ بالنسبه بقى للضيوف اللي بيجوا بعيالهم، قولي طنط ثانك يو. انا مش طنط وما تقوليش ثانك يو، وانزل يا زفت لم الفرفته اللي عملتها تحت